أسعد الله أوقاتكم أحباب قلبي، وين ما كنتوا رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وهي أول وصفة حلو على القناة، أتمنى تنال إعجابكم. واليوم عملت لكم البسبوسة بطريقة مختلفة، فبتمنى منكم إذا عجبكم الفيديو ما تبخلوا علينا باللايك بالاشتراك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء وجروبات التواصل الاجتماعي. بكون كثير ممنون لكم يا إخواني. وخلونا نبدأ وصفتنا على بركة الله. أول إشي خلونا نعمل القطر أو الشيرة كيف ما بتحبوا تسموه. بحتاج لكوبين سكر، كوب مي. أول ما يغلي المي عندي شوي بدي أضيف عصير ليمون، تقريبا قدر معلقة طعام من عصير الليمون. مثل ما كنتم شايفين تقريبا معلقة طعام. بس غلي المي تقريبا شي 4 5 دقايق، برجع بضيف له ماء الورد وماء الزهر، معلقة ماء ورد معلقة ماء زهر. طبعا النكهات انتم بتختاروها حسب النكهة اللي بدكم اياها، فانيلا بدكم تنكهوها بالقرفة بالهيل حسب القطر حسب رغبتكم. تقريبا ياخذ وقت شي 10 دقايق مش اكثر من هيك. والقوام انتم بامكانكم تخلوه القوام خفيف مثل هيك او تخلوه يكون اسمك حسب رغبتكم حسب طلبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بننتقل على المرحلة الثانية واللي هي تجهيز خليط البسبوسة. احتاج لكوب سميد، كوب ونص طحين. اي حدا فيكم يا اخواني يجرب هي الوصفة يكتب رأيه بالتعليقات لتعمل فائدة على الجميع. معلقة سكر ومعلقة فانيلا، طبعا قدر معلقة طعام. وبخلطون لحد ما تتجانس كل المكونات بشكل كثير منيح مع بعضهم. اول شي بخلط المكونات الجافة وبعدين برجع بضيف المكونات السائلة. المكونات والمقادير بتلاقوهم بصندوق الوصف، وكمان راح اترك لكم اياهم مثبتين باول تعليق. نصف كوب لبن، بدي اضيف عليه نصف كوب زبدة، تقريبا معلقتين 3 معالق زبدة، ويفضل تكون الزبدة حيوانية. وكمان برجع بضيف له بيضة. وهون في عندي كمان بدي ارجع اضيف السمنة الحيوانية نصف كوب ربع كوب حسب الرغبة، لكن ضرورية جدا. وبدي اضيف له كمان معلقة بيكنج باودر. بخفقون كثير منيح مثل ما انكم شايفين لحد ما تتجانس عندي كل المكونات يصير عندي بهذا القوام. بغطيها وبحطها على جنب تقريبا من نص ساعة لساعة حسب وقتكم. وهلا بدنا نجهز الحشوة. في عندي تقريبا قدر 100 غرام من الجوز، بدي افرمه فرم ناعم مثل ما تكونوا شايفين، ما يكون كثير ناعم ولا يكون كثير حبات كبيرة، بهذا القدر مثل ما تكونوا شايفين بهذا الحجم. بدي اضيف له معلقة جوز الهند ومعلقة قرفة. بامكانكم كمان تضيفوا له معلقتين قطر مشان يصير القوام متماسك اكثر. وبامكانكم تستغنوا عن الحشوة كاملة، يعني هذا الشيء حسب رغبتكم، الشيء هذا اختياري. هلا نجي على طريقة التشكيل. صارت تقريبا العجينة شي نص ساعة ارتاحت. طريقة التشكيل أبسط من كلمة بسيطة، مثل ما نكون شايفين هيك. نفردها بإيدنا بهذا الشكل ونرجع نلمها، نحط الحشوة ونلمها بهاي الطريقة. طريقة تكويرها كثير بسيطة، ما في داعي تعملوا فيها أشكال هندسية ولا أي إشي. هي بلحالها راح تطلع لما تحطوها بقلب الفرن راح تطلع شكلها كثير حلو، شكل دائري. فما تخافوا إنه بتطلع الحبة. مثل ما نكون شايفين طريقتها كثير بسيطة وسهلة. إذا شفتوا قوام العجينة طري شوي بإمكانكم تضيفوا له معلقة سميد أو معلقتين سميد، ما في أي مشكلة. وكمان بإمكانكم تضيفوا له قبل التشكيل بشوي، ما بيأثر. يعني معلقة سميد ما بتأثر أو معلقتين كمان بيعطوا نتيجة كويسة. هلا بدي داخلهم على الفرن المحمى مسبقا على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة. هيك صاروا جاهزين عندي. بعد 20 دقيقة بدي أضيف لهم القطر. وحاول بالفرشاية مثل ما شايفين بهي الطريقة بساقيهم كلياتهم قطر. ما لازم تشرب القطر بنسبة كثير كبيرة. طبعا إضافة القطر وكمية القطر هذا شيء حسب الرغبة. أنا حبيت ما بكثر لها كثير قطر، تطلع معي كثير ممتازة هيك. يعني ما بخليها تغرق بقلب القطر، دهن هيك على الخفيف راح تطلع معكم النتيجة كثير رهيبة يا أخوان. طبعا بدنا نقلبهم مشان يشربوا القطر من كل الجهات. وهيك المنظر الحلو صار قدامنا، وصارت تقريبا فينا نقولكم وصفتنا جاهزة. وانا حبيت اقدم لكم اياها بهي الطريقة. طريقة التزيين اختيارية، بامكانكم تضيفوا لها سمسم، جوز الهند، المكسرات، تضيفوا لها قشطة من فوق حسب رغبتكم، وهذا شيء اختياري. لكن شو ما ضفتوا عليها النتيجة راح تطلع عندكم رهيبة جدا.
اتبعوا هاي الطريقة يا اخوان، باذن الله راح تطلع عندكم النتيجة كثير رائعة. شوف المنظر ما شاء الله قدامكم. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم يا اخواني، ونصيحة اخوية، جربوا هاي الوصفة باذن الله راح تكونوا كثير مبسوطين فيها. واي واحد فيكم يجرب هاي الوصفة اتمنى منه يكتب رأيه بالتعليقات لتعمل فائدة على الجميع. ويا ريت تشاهدوا الفيديوهات المقترحة امامكم لدعم القناة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.